انتهاكاتها لحقوق الإنسان من خلال ممارساتها البشعة اللا إنسانية تجاه المواطنين، وفيما يلي بعض الشهادات على تلك الممارسات. هربتم انه تفهم مشتل هراب، زلوا علينا، دخلوا علينا، كان قد ذبحونا. ليش كانوا يذبحوا يعني يقتلوا الناس؟ ليش السبب؟ ما ادري، حواثه زلوا علينا وش يذبحونا. والله ما خرجنا الا منته، وقلعنا مدواب، وقلعنا بعضهم حتى مجاهل قلعوها وتهاربا. والله قلعوها وتهاربوا. ما عدل شلينا اولادنا من نهار وصرحنا هرابه، قلعنا هوشنا ورانا، ومعانا عجوز وعمية قالوا ماتت. مدري ماذا يفعلوا بها، ذبحوها، مدري ماذا يفعلوا بها. المساجد الذي عندكم الجوامع قالوا ضربوها. خربوها والله، خربوا المساجد وخربوا بيوت، ما خلوها لا حاجه. والله طاب التمرد هذا يلاحقوا يقتلوا النساء والاطفال وكذا. ايش يبغوا بالضبط؟ ايش يشتوا؟ اي والله انهم ايش يقتلونا. ما هم ايش يقتلونا، ما من احنا يا هنيه، ونقول الله لا نصره، جاه الله ورسوله لا نصره. هذا يوم الجمعه ارحم الراحمين يستجيب ما ندعي عليه كل حين يوم جمعه ولا غيرها، ندعي عليه والله بيستجيب سبحانه.